جنوب افريقيا واجهه وهو ميلودي سان داونز. هات وخد خطيره المحاوله لمصلحه اورلاندو بايرتس. هات وخد خطيره خطيره. الهدف الاول ياتي الان لاورلاندو بايرتس. اختراق يعني سهل جدا وهات وخد وتسجيل اول الاهداف بقدم اللاعب رقم 6. بنشاهد الان يعني مرور بسهوله نيتسو مايلو. هات وخد وادي احمد شديد قناوي. هنا التغطيه كان لازم تيجي من شديد، مر بمهاره صوب ارضيه قويه على يسار شريف اكرامي. يتقدم اورلاندو بايرتس باول اهداف المباراه في الدقيقه 11 من عمر الشوط الاول. هذه صعوبه هذه المباراه في مثل هذه الاجواء، وايضا يعني المعرفه بهذا الفريق اللي العددي طبعا والصيام والاجواء. وهذه محاوله خطيره خطيره داخل منطقه الجزاء. يحاول يراوغ، يحاول يلعب عرضيه، لكن احمد فتحي وداخل منطقه الجزاء و ركله جزاء. ركله جزاء. احمد فتحي يرتكب هفوه دفاعيه واضحه وصريحه وبطاقه صفراء بيشهرها محمد بن نوزة لاعب رقم 15. أديلي جالي على تنفيذ ركله الجزاء. شريف اكرامي وأديلي جالي. أديلي جالي شريف وضعها له على اليمين سهلة. الهدف الثاني الآن يحرز في مرمى شريف إكرامي. هدفين لأورلاندو بايرتس ولا شيء للنادي الأهلي في هذه المباراة. ثاني الأهداف يأتي الآن في الدقيقة 73 من عمر المباراة عن طريق اللاعب أنديلي جالي. صوبها قوية على يمين شريف. شريف يعني كان فاتح له الزاوية اليمين وبسهولة وضعها له على يمينه. حسرة طبعا في وسط ملعب النادي الاهلي. هذه محاوله خطيره لمصلحه اورلاندو بايرتس. تمريره داخل منطقه الجزاء. مش ممكن. هدف الثالث بكل سهوله. هدف الثالث بكل سهوله. مباراه يعني ولا اسوأ للاعبي النادي الاهلي. سيسو مايني والتمريره في خلف المدافعين وبثلاثه اهداف يتقدم الان لاعبي اورلاندو بايرتس. هذه يعني على طريقه الكره الخماسيه. علق الكرة داخل منطقة الجزاء خلف المدافعين. اللاعب رقم 15 أديلي جالي اللي سجل الهدف من ركلة جزاء. واسفيسو مايني بكل سهولة بيمر من شريف إكرامي وبيسجل أسهل الأهداف في مرمى النادي الأهلي. 4 مدافعين يعني لم يقوموا بواجبهم الدفاعي على أكمل وجه. سواء الهدف الأول اللي لم تكن